3-2 لنادي بورتو. المنتخب الامريكي بعد ما تابعنا فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي الذي فائده المنتخب الوطني المغربي. هناك قراءات وهناك حديث ديال وحيد خالد زيدش مع اللاعبين حتى يظهر المنتخب الوطني المغربي بصوره افضل ان شاء الله خلال الجوله الثانيه. شكرا سي فتاح، شكرا للمشاهدين الكرام، نلتقي عند بدايه الشوط الثاني. الى اللقاء. ارحب بكل مشاهدينا الكرام مره اخرى هنا بملعب تيكيل بسنسيناتي بولايه اوهايو الامريكيه لمتابعه الشوط الثاني من اللقاء الودي تقدم المنتخب الامريكي بجوج الاهداف للعشاء، هدفي ارونسون بريندن وتيم ويا اللي سجل الهدف الثاني. مره اخرى ارحب سي فتاح علوي، مرحبا بك سي فتاح. اهلا وسهلا هشام. الشوط اول تقدم المنتخب الامريكي، تابعنا بان العناصر الوطنيه لتحوا لها فرص من اجل الوصول لمرمى الحارس تيرنر مات، ولكن هناك يمكن حتى الان حلقه مفقوده في المنتخب الوطني المغربي خصوصا على مستوى وسط الميدان اللي كيحاولوا اللاعبين الامريكيين خصوصا بالسرعه ديالهم